السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنقدم معكم هذه الوصفه اللي تجي لذيذه بزاف، اللي هي فلفله معمره بالروز بطريقه زوينه بزاف وسهله والنتيجه هي سلام. قبل ما نقول لكم الطريقه والمقادير كيف العاده ما تنساوش تدعموا قناتي اللي هي قناتكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالبارطاج، واللي تيزورني اول مره ما ينساش يرن الجرس باش يوصلوا كل جديد. بقاو في الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. اول حاجه خديت مقله درت فيها بصله كبيره مشلده رقيقه، دير واحد القريصه الملحه وشويه الزيت ورقه سيدنا موسى، وتخليو ديك البصله حتى تنزل كما تشوفوا معايا. تخليوها تنزل تماما. ضروري ندير واحد شويه ديال الملحه باش دغيا تهبط لينا هذيك البصيله. تنشحروها مزيان، واكيد واحد الورقه سيدنا موسى باش تعطيها البنه وتجي هاد الوصفه لذيذه بزاف. بعد ما نزلت لينا البصيله نضيف 2 معالق كبار ديال مطيشه الحك اولا مطيشه المصبره، نخلطو مره اخرى ونضيف واحد شويه ديال الماء باش ديك مطيشه تطلق لينا. هي واحد شويه، ما تكثروش بزاف الماء، تقريبا 2 معالق كبار اولا 3. بالنسبه للروز عندي كاس الروز، يعني على حسب المقادير اللي درت. عندي كاس الروز اللي سلقته غير طلع الغليه وتنطفي عليه، تنطلق عليه الماء بارد وتنضيف ليه قزبور ومعدنوس، واحد 2 معالق ديال الزيتون ومعلقه كبيره ديال الكروفيت اللي مقطعه رقيقه، وغادي نضيف العطريه. عندي هنا الخرقوم اللي ضفت، التحميره غادي نضيفها في الخليط ديال المطيشه اولا الخليط اللي درت فيه البصيله ومطيشه. الابزار، تنضيف العطريه هنا وهنا باش تشوفوا معايا. بالنسبه لاصوص ضفت كما شفتوا معايا التحميره والابزار. الملحه راه ضفتها قبيله، الملحه ضفتها كذلك للروز، واخا سلقت معاه الملحه حيت فاش نطلقوا عليه الماء تتمشي ديك المليحه. ضفت شويه الملح مره اخرى، الهريسه باش يعطينا واحد المذاق زوين بزاف، واحد معلقه كبيره ديال الزيت، وتنخلطو مزيان العناصر كلها. ديك الهريسه تعطي واحد المذاق زوين بزاف، اللي ما تيبغيش الحرور ما يديروش، هذا حتى الابزار. غنخلطو مزيان العناصر ديالنا كما تشوفوا معايا. صافي، ونبداو نعمرو الفليفله ديالنا. بطبيعه الحال الفليفله تنحلوها من الفوق، تنحيدو من ديك الزريعه اللي مغسوله بطبيعه الحال، وتنعمرو بهذا الخليط اللي درنا. واللي عمرناها تنزلوها في لاصوص ديالها باش طيب بطبيعه الحال. حاولوا تاخذوا ديك الفلفله اللي تكون عريضه، ماشي ديك اللي طويله رقيقه، عريضه تتعمر مزيان بهذا الروز هذا اولا الخليط اللي درتو. احسن من ديك الطويله دغيا تتعمر وما تجيش عامره بزاف، مي هاد العريضه تتجي عامره مزيان وتتجي حتى في الطياب زوينه. صافي، تنستفهم كما قلت لكم في لاصوص ديالهم، تنخليهم يطيبوا. بعد ما كملنا تنسدو عليهم وتنخليهم حتى تيطيبوا. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، تتجي هائله البنات، الطريقه اللي تجي رائعه. فاش طيب الفليفله تنديروا واحد الرشيشه ديال قزبر ومعدنوس مقطعين رقيقين، ولا شاط لكم شويه ديال الكروفيت خليوه، ماشي لا شاط لكم خلي واحد شويه، ديروه في ديك لاصوص باش تجي مدغمره وتجي لذيذه وبنينه. تنخليوها حتى تتولي دمعه واحده، يعني تنشف ديك لاصوص، ما تكونش دايره، ما تكونش ميها، بطبيعه الحال تكون معلكه وتجي هائله. نزوقوا بها هكا غديوات ديالنا اولا ننوعوا في الوصفات ديالنا، تتجي زوينه. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. وهذه الوصفه ديال اليوم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالبارطاج، واللي تيزورني اول مره ما ينساش يضغط الجرس باش يوصلوا كل جديد. خليتكم في امان الله، الى وصفه قادمه ان شاء الله، مع السلامه.